وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. انا مقصرة جدا 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 معاكم ومع القناة. كان نفسي اهتم بيها اكتر من كده، خاصة بعد ما اتفعلت، الحمد لله رب العالمين. لكن للأسف عدم تفرغي مخليني مش عارفة اهتم بيها. انا بحاول على قد ما اقدر، والله المستعان. وانتوا بقى ربنا يكرمكم كده تساعدوني بالتشجيع. انا بقالي كتير جدا كنت بحفظ وبذاكر وكده عشان بمتحن، فما كانش عندي وقت خالص. فدلوقتي الحمد لله رب العالمين خلصت امتحانات وعندي اجازة اسبوعين، فهحاول بقى في الاسبوعين دول اهتم شوية، انزل فيهم كام فيديو كده يرفع القناة شوية، عشان هرجع تاني للدراسة وهكون مقصرة تاني. وطبعا تقصيري مش مع القناة بس، مع حاجات كتير، حتى عندي في البيت مقصرة، حتى مع بناتي مقصرة. فالله المستعان، ربنا يرفع بينا يا رب، اللهم امين. فان شاء الله هحاول كده اعمل كام فيديو في الاسبوعين دول، وهنرجع تاني نبدأ الدراسة النهاردة ان شاء الله. يعني انا عندي حتى في البيت في حاجات كتير ما بعملهاش لان ما كانش فيه وقت، فهعمل معاكم النهاردة المطبخ. انا قمت دلوقتي لقيت يعني خرجت البلكونة، انا صاحية طبعا من بدري من بعد الفجر، بس دخلت دلوقتي البلكونة لقيت الشمس طالعة والجو جميل، مع ان انا جوه متلجة مش عارفة ايه ده. وفعلا كل يوم يعني اجي نازلة اتقل وكده واقول الجو تلج، وانزل تحت الاقي الجو احس ان انا في الصيف. مش عارفة الحكاية دي ايه يعني. بالنهار صيف وبالليل شتاء، جوه الشقق بقى سقع على طول. مش عارفة ليه الموضوع ده، فالله المستعان. صباحكم زي الفل، وهندخل بقى على المطبخ ونبدأ مع بعض. ده يا حبايبي المطبخ اللي مقفول ده، طبعا انا قافلاه عشان مكركب ومليان مواعين وما يصرش العين يعني. فلما بيكون كده بقفل الباب، لكن لما بيكون كويس ومريح للعين بسيب الباب مفتوح. فتعالوا ندخل بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حتى المطبخ سوري، حتى باب المطبخ شايفين الدهون باينة عليه اهي. أكرة مش نظيفة خالص، مش عارفة انتوا شايفين ولا لا، بس باين. بسم الله، ما تتخضوش، ها هنور النور. وطي بس. انا سايبة على طول الراديو في المطبخ على قناة القرآن باستمرار. فطبعا شايفين الحوض يسد النفس. مش بحبه كده خالص والله، بس التعب التعب بيخلي الواحد مش عارف يعمل حاجة. الله المستعان. انتوا عارفين ان انا كان عندي غسالة الاطباق وباظت، وطبعا مش عارفة اجيب غيرها. انتوا عارفين الاسعار دلوقتي بقت عاملة ازاي، فربنا يكرمني كده يا رب وان شاء الله نجيب غيرها. دي مواعين بنتي كانت غسلاها وما شلناهاش، وطبعا الدنيا متكركبة خالص، وبرضو المطبخ الخشب بتاعه فيه دهون ومش نظيف. فانا عايزة اعمل كل الحاجات دي، والتلاجة كمان عايزة تتغسل. فحاجات مكركبة خالص يعني. وده اللفت اللي والدتي عاملهولي واديتهوني، ربنا يبارك في صحتها وعمرها يا رب، وما يحرمنيش منها ابدا، يا ريت تدعوا لها. ففعلا الدنيا مش نظيفة خالص في المطبخ ومضايقني، فهحاول على قد ما اقدر. مش هرهق نفسي قوي برضو، على قد ما اقدر، حاجة حاجة، واحدة واحدة، والله المستعان. كمان السيراميك مدهن خالص، في دهون كتير وعايز يتغسل، شايفين؟ متهيألي باين يعني ليكم. فكل ده عايز يتعمل طبعا. هعمل اللي هقدر عليه. هجيب السلم واغسل يعني جزء جزء كده.
التلاجة برضو عايزة تتغسل، بس ممكن ما اغسلهاش النهاردة. بس كده حبيت اوريهولكوا وهو مكركب كده، وهنبدأ بقى هبدأ اشتغل فيه وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في اي حتة. بصوا يا حبايبي، انا جبت السلم اهو، وجهزت مية انشف بيها. هعمل الجزء اللي فوق ده، الجزء ده بس، وهخلصه وانزل على الحوض، والجزء اللي في المواعين يعني هخلص الجزء اللي في الوش ده. طبعا مش هعرف اصور وانا شغالة، فانا بشرح لكم. خلص الجزء ده وارجع لكم ان شاء الله. اوعوا تروحوا في اي حتة، تابعوا معايا للاخر. انا كده طلعت فوق السلم. بصوا، هو تراب بس يعني، لان هنا مفيش دهون، تراب. انا هغسل الجزء ده، وده مفرش فرشة فوق الوحدة دي، هشيله اغسله وارجع افرشه تاني. بصوا بقى الجمال يعني. انا بنهج عشان تعبت يعني. هي حتة صغيرة شايفين، بس والله النظافة حلوة يعني. على قد ما انا شايلة هم التنظيف وكده، لكن الحتة الصغيرة اللي عملتها دي شجعتني. طبعا شلت المفرش، هغسله بقى وابقى افرشه بعد كده. ودي الوحدة اللي هنا فوق المطبقية، بس مش هعملها يعني، لقيتها مش مكركبة قوي اهي. مش هعملها النهاردة، هعمل المهم النهاردة. ودي المطبقية. بس بصوا الجزء ده بعد ما اتغسل بقى جامد. افضل اغني للمرايه يا مرايه